رد فعل جنوني من الإعلامي السعودي وليد الفراج بعد فوز الأهلي النهاردة على سيراميكا كليوباترا، ويسخر ويتوعد نادي الزمالك قبل مباراة السوبر المصري بالإمارات. شاهد ماذا قال. في البداية ما ننساش نعطر فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا في مباراة قوية جدا جدا ليتأهل الأهلي للمباراة النهائية أمام نادي الزمالك، فقد صرح الإعلامي السعودي وليد الفراج وأدلى بتصريحات نقلتها MBC وقال: طبعا أنا كسعودي وكأهلاوي كنت بشاهد المباراة النهاردة أمام سيراميكا كليوباترا وكنت عارف إن الأهلي هيفوز. أنا كنت بستعد بس علشان أشوف الأهلي وهو بيلعب في نهائي السوبر المصري أمام نادي الزمالك يوم الخميس في الإمارات. الزمالك النهاردة فاز على بيراميدز، ولكن صعب جدا انه يقدر يفوز على الاهلي مرتين ورا بعض. واعتقد ان النهارده الزمالك فاز فقط علشان التحكيم. احنا كسعوديين بنحب حاجة اسمها النادي الاهلي، وبيبقى يوم عندنا عيد لما بنعرف ان الاهلي بيلعب، وخصوصا بقى لما هيلعب قصاد الغريم التقليدي بتاعه وهو الزمالك اللي فاز عليه في كأس السوبر الافريقي. ولكن انا عارف انه كان صدفة وبركلات حظ وركلات ترجيح. احنا هناخد بطارنا من الزمالك اللي كل شوية يقولك لا احنا فزنا بالسوبر الافريقي، وفضلوا يحفلوا لحد قبل المباراة بتاعة النهاردة. انا عارف ان الاهلي هو اللي هياخد السوبر المصري المرة دي، وانا عارف ايضا ان الاهلي هو اللي هيفوز على الزمالك في السوبر المصري. وعارف كمان وعايزة اكد ليكم ان الاهلي فاز النهاردة بالتحديد علشان يقابل الزمالك، وده كان إصراره الأول. ومش هقدر أنكر أبدا إن المباراة كانت صعبة وعنيدة وقوية أمام خصم قوي جدا وهو سيراميكا كليوباترا. أعتقد إن النهائي كان محسوم لبيراميدز والأهلي، ولكن بسبب التحكيم والهدف اللي ما كانش تسلل أبدا لبيراميدز فاز أيضا الزمالك، ولكن بركلات الحظ. يعني ما بيعرفش يجيب جونين 3 داخل الملعب أو يعمل أسيستات حلوة، ما بيعملش أي حاجة غير بيستنى ركلات الحظ، والحظ بيضرب معاه. بس صدقوني الحظ مش هيجي معاه المرة دي قدام الأهلي في نهائي السوبر المصري. وافتكروا كلامي ده وانا بقولك النهاردة، وبأكد لك ان اللي هيحصل في المباراة يوم الخميس الكل مش هيبقى متوقعه بالمرة. ده كان تصريح الإعلامي السعودي وليد الفراج بعد ما الأهلي النهاردة فاز على سيراميكا كليوباترا. رد فعل